مرتضى منصور بيهاجم شيكابالا. مرتضى منصور بيفتح النار على شيكابالا، وكأن نادي الزمالك وجماهيره ناقصين أزمات أكتر وأكتر. يعني بدل ما يحلوا المشاكل اللي الزمالك موجود فيها الفترة الحالية بيزودوا عليه الأزمات أكتر وأكتر. يمكن كلنا تابعنا التصريحات الغريبة والعجيبة والقوية من مرتضى منصور، واللي بيتهم فيها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بالتمرد، وانه بيقود تمرد داخل الفريق، وبيقود اللعيبة انها ما تنزلش التدريبات الا لما يحصلوا على المستحقات المالية المتأخرة ليهم. يمكن الحكاية بدأت قبل السفر إلى السعودية والمشاركة في البطولة العربية. كان في اجتماع ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك واللاعبين، اجتماع تقليدي، اجتماع تحفيزي علشان يحفزوا اللعيبة ويطالبوا إنهم يبذلوا أقصى جهد عندهم علشان يرجعوا بمركز أو على الأقل ينافسوا على البطولة العربية. كان من المفترض ان شيكابالا يحضر الاجتماع ده، ولكن اللعيبة كانت مفوضة شيكابالا ان هم يعني يخلوه يتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليهم في الاجتماع ده قبل ما يسافروا السعودية، بحيث لو اتصرف لهم جزء من المستحقات هيكون عبارة عن حافز معنوي كبير ليهم قبل السفر للبطولة العربية، وان هم يأدوا فيها أداء قوي. ولكن رئيس النادي منع ان النقطة دي تصار في الاجتماع، علشان كده محمود عبد الرازق شيكابالا ما حضرش الاجتماع. ورئيس النادي او مرتضى منصور في الفيديو بيقول لك ان شيكابالا ما حضرش الاجتماع وتحجج ان ابنه عيان. وكمان قال في الفيديو مرتضى منصور ان شيكابالا انت فاكر نفسك يعني الكابتن اللي مفيش غيرك؟ لا، ده احنا عندنا 100 كابتن بعديك، وحضورك الاجتماع زي عدم حضورك، يعني بالبلدي كده حضورك زي عدمه، واحنا بعديك في 100 كابتن نقدر نخليهم يقودوا الراية من بعديك، وانت وجودك ملوش لازمة في الاجتماع، وانت اللي بدأت تحرض اللعيبة ان هم ما ينزلوش التدريبات قبل السفر الى السعودية. وفي لعيبة زي الجزيري والمسلوسي ان اللعيبة ديت مش مصريين، ولكنهم رفضوا التمرد وشاركوا في التدريبات. الحكاية طبعا ما وقفتش عند كده، الحكاية كمان فوجئنا بمرتضى منصور بيقول لشيكابالا لو أنا مش عاوزك تلعب الفترة اللي جاية هقول للمدير الفني أوسوريو ما يلعبكش، ولكن أنا مش هعمل كده. هنا لازم نتوقف عند نقطة مهمة جدا جدا. هل مرتضى منصور بيتدخل في تشكيل نادي الزمالك؟ هل مرتضى منصور بيتدخل مين يلعب ومين ما يلعبش؟ معنى الكلام ان انت تقول لشيكابالا لو انا مش عاوزك تلعب هقول لأوسوريو ما يلعبكش، يبقى انت كلمتك مسموعة. المعروف والبديهي والسنة الموجودة ان المسؤول عن اختيار اللاعبين اللي بيشاركوا في المباريات المدير الفني فقط. الموضوع ده حق أصيل للمدير الفني، ما ينفعش حد يتدخل فيه نهائي، ولا مجلس إدارة ولا جماهير ولا غيره. لكن ان انت بتصير نقطة زي دي ان انت لو عايز شيكابالا ما يلعبش هتقول لأوسوريو، فبصراحة دي كانت نقطة غريبة جدا. موضوع المستحقات علشان نكمل لحضراتكم، يمكن لما الزمالك سافر البطولة العربية ولعب أول مباراة مع الاتحاد المنستيري وفاز يومها فوز كبير 4-0 في أول المباريات، كان في لقاء تلفزيوني مباشرة بعد المباراة، واللي شيكابالا قال فيه حاجة غريبة جدا، ان احنا في امور هنتكلم فيها بعدين مش هينفع نتكلم فيها في البطولة. يعني انت في بطولة عربية وبتمثل مصر فيها، واول مباراة كسبان 4، مفروض تفرح وتفرح جماهيرك وتركزوا في المباريات اللي بعديها، ولكن انت بتتكلم ان انا هطلع اتكلم عن مواضيع مهمة ولكن بعد البطولة. الكلام ده معناه ان كان في انشقاق في الفريق ما بين مجلس الادارة وما بين قائد الزمالك واللاعبين بسبب المستحقات، وانتوا كنتوا عاوزين بالمنظر دوت زائد الازمات الطاحنة اللي الزمالك فيها
يظهر بمستوى في البطولة العربية. ده كويس انه خد 4 نقط، ده كويس انه خد 3. يعني تخيل بدل ما نوفر للعيبه الظروف والمناخ اللي يساعد على النجاح في البطوله العربيه انهم يوصلوا بعد كده في البطوله من دور المجموعات ويكملوا ويوصلوا دور الاربعه او النهائي، اعمل مشاكل قبل السفر. فالموضوع بصراحه غريب جدا وفشل اداري كبير جدا في نادي الزمالك. مرتضى منصور كمل تصريحاته اتجاه شيكابالا وهو بيقول له ان انت في الوقت اللي بتقود فيه التمرد مع اللاعبين احنا بنحل المشكلة بتاعتك اللي انت ورطتنا فيها، وهي مشكلة نادي سبورتنج لشبونة والغرامة اللي موجودة على نادي الزمالك، وبسببها القيد واقف عن نادي الزمالك. يعني احنا بنحل لك مشكلتك وانت بتقود تمرد داخل الفريق. كمان قال نقطة قوية ان احنا مش هنجبرك او هنفرض عليك الاعتزال. ده معناه ان انت بطريقة غير مباشرة او بين قوسين عاوز توجه شيكابالا للاعتزال، شايف ان هو مش مفيد للفريق او عالة على الفريق، ولكن مش عايزة تيجي منكم، انها تيجي منه احسن. ودي رسالة لشيكابالا غير مباشرة انك تعتزل نهاية الموسم. حاجة كمان أخيرة بيقول له كفاية إن أنت لبستنا في الغرامة بتاعت سبورتنج لشبونة، وكأنه بيحمل شيكابالا وحده المسؤولية بتاعت مشكلة سبورتنج لشبونة والغرامة الموقعة على نادي الزمالك واللي بسببها القيد مقفول على نادي الزمالك. أمور غريبة وأمور عجيبة، والزمالك مش عارفين رايح لفين. كل مدى الجماهير لما بتأمل ان المواضيع تستقر او يتشاف فيها حل، لكن للأسف الامور بتسوء من سيء الى أسوأ. كل يوم مشاكل غريبة، كل يوم مشاكل جديدة، واخرها المشكلة اللي جمعت ما بين مرتضى منصور وشيكابالا قائد الفريق اللي هو بيقود تمرد من وجهة نظر مرتضى منصور. يمكن نفس المشكلة حصلت من فترة قريبة مع أحمد الأحمر اللي هو لاعب كرة اليد بنادي الزمالك، وبرضه هاجم فيها رئيس النادي ومرتضى منصور هاجمه، وكان النهاية فريق اليد شفنا السنة اللي فاتت كان شكله عامل ازاي. طبعا كل الجماهير والمتابعين مستنيين رد محمود عبد الرازق شيكابالا. يمكن شيكابالا زي ما قلنا من نفسه بعد مباراة الاتحاد المنستيري قال لك هنتكلم على بعض المواضيع ولكن بعد البطولة، ولكن بعد اللي احنا شفناه وان رئيس الزمالك او مرتضى منصور سبق بالموضوع وطلع اتهم شيكابالا بالتمرد، هنشوف الفترة اللي الجاية شيكابالا هيكون رده ليه، لانه لازم يكون ليه حق الرد علشان الصورة توضح لجماهير نادي الزمالك وجميع وسائل الاعلام، علشان نعرف المشكلة فين بالظبط ويتم حلها في اسرع وقت مع مشكلة القيد، علشان يحصل استقرار داخل نادي الزمالك والامور تبقى افضل بالنسبة له السنة الجاية علشان يقدر ينافس على البطولات في الموسم الجديد. في النهاية بشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. لو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.